روحي شوفي مين يا بدرية. طبعا كمال اخويا، مفيش حد غيره، انا عارفه ضربته في الجرس. قومي يا بدرية يا بنتي افتحيله، باين عليه مسروع. لازم اعمل له عاملة في الحارة. حق يا ماما، ما اكتر عمايله، اديني قايمه اهو. الله، اديني جايه اهو. هي الدنيا انقلبت ولا ايه؟ افتحي يا عوام يا بدرية، عوام عوام. يا اخي ايه ده؟ على مهلك شويه، كنت هتوقعني. في ايه يا كمال؟ لا مفيش حاجة ابدا. وداخل اوضتك على طول ليه؟ مش تقعد معانا هنا شوية؟ لا ما اقدرش، عندي مذاكرة، الامتحان قرب خلاص. اها، ربنا يهديك يا ابني وياخد بيدك انت واللي زيك كلهم. انا مش عايز حد يدخل عليا ولا بذاكر، مش عايز حد يكلمني ولا يعطلني، فاهمة يا بدرية؟ يعني مش عايز حد يكلمني خالص. اطمن يا اخويا اطمن، بس انت ما تعطلش نفسك. انا هقفل عليا الباب بالمفتاح من جوه عشان ما حدش يقطع عليا حبل المذاكرة. خلاص فهمنا، محدش هيدوس لك على طرف. خش بقى وبلاش لت وعجن. ايه ده يا ماما؟ ده بيقفل الباب بالمفتاح. وماله يا بنتي، خليه يذاكر. دول بيقولوا ان دروس التوجيهية صعب قوي. الهي يعدلها لك، الهي يا رب يعدل لك الاحوال يا ابني يا كمال، انت وكل ولاد حواء وادم يا رب. انا بصراحة يا ماما لعب في عب الفار. ما تبقيش كده يا بدرية، الواد لا بيه ولا عليه وداخل يذاكر في امان الله. يا ماما انت نسيتي يوم بنت الجزار ولا ايه؟ الله، هو في يوم في الايام اسمه يوم بنت الجزار؟ يوم ما خد اسمة بنت الجزار وراح معاها جنينة الحيوانات وتصور معاها، هي لابسه جاكيتته وهو حاطط على راسه برنتتها، واخوها ظبطهم ورنهم هما الاتنين حته علقه. طب والنبي ولازمته ايه الكلام ده دلوقتي يا بدرية؟ الحكاية دي بقالها زمان واتناست خلاص. ما بقالهاش سنه يا ماما، مش كانت قرب اجازه السنه اللي فاتت؟ ودي احنا لسه ما حصلناش الاجازه. طب وايه اللي فكرك بالحكاية دي دلوقتي؟ يوميها جه مسروع زي النهارده بالظبط، وبرضه دخل يذاكر وقفل على نفسه الاوضه زي النهارده برضه. طب والنبي خليكي محضر خير يا بدرية. قومي يا روح مامتك يا اختي، قومي اعملي لي فنجان قهوة بايديك الحلوة دي عشان اعدل دماغي. حاضر يا ماما. يا ترى مين؟ مش قلتلك يا ماما انا عارفاها وحافظاها كويس. طب روحي شوفي مين وقولي بسم الله الرحمن الرحيم. مؤكد حد غريب. غريب قريب، روحي افتحي بقى وخلصينا. حاضر اديني رايحه اهو، ربنا يستر. اهلا وسهلا، اتفضلي. مش برضه دي شقة عم ابو كمال؟ ايوه هي. مين حضرتك؟ مين يا بدرية؟ واحده ضيفه يا ماما. طب خليها تتفضل يا بنتي. اتفضلي يا ست. هي دي اتفضلت يا بنتي. امال فين والدتك الست ام كمال؟ اتفضلي من هنا. معلش يا بنتي، الغريب اعمى ولو كان بصير. ما غريب الا الشيطان يا ست. اسمي وردة يا بنتي، ولو ان الورد ما يلقش علينا دلوقتي. امك فين يا حبيبتي؟ انا هو يا ستي، نورتي المكان، اتفضلي استريحي. هو الحي بيشوف راحة يريح بدنك. خير بإذن الله. أنا جارتكم من بعد المنور، ساكنة في أوضة في البيت اللي واجهته مهدودة. يا أهلا وسهلا، يا ألف مرحبا. تبقي بقى من عيلة العجان بتاع الفلايك. أبويا كان بيبني الفلايك تعوم في أكبرها بحر، وإحنا يا حسرة غرقانين في شبر مية. أنا أعرف إن الله يرحمه كان أحسن واحد يبني الفلايك في اسكندرية بحالها، وسابنا يا ولاية في فلوكة مهدودة. القهوة أوام يا بدرية، تشربيها إيه يا ست وردة؟ قهوتك مشروبة يا حبيبتي مش ورد. طيب أعمل لك كوباية شربات؟ يمرر في حنك وحياة من جمعنا من غير ميعاد. ودي تيجي برضو يا بنت الأصول، تخشي بيتنا أول مرة ولا نكرمكيش؟ أصلها مش زيارة يا ست أم كمال، لا بنزور ولا بننظر من يوم ما مل بينا الزمان. تبقى الحكاية فيها سر بقى، ضروري فيها سر، والصبايا الأمارة ما يصحش يسمعوه. أنا هنشر الغسيل في البلكونة يا ماما. وخدي معاكي شوية ردة للفرختين اللي في السطوح بالمرة. حاضر يا ماما. ادي احنا بقينا لوحدينا، اتكلمي يا ست وردة. والبكا لازمته ايه بس؟